الفل يا جماعة، عاملين يا رب تكونوا بخير. جعلكم بحلقة جديدة وحلقة مختلفة شوية. مش هنطلع نتكلم على ماتش، مش هنطلع نتكلم على أي حاجة، هنطلع نتكلم في حاجة مضايقاني ومضايقة كل الأهلاوية من بعد ماتش باتشوكا. وخلاص كل الأقاويل بقت بتتكلم على لا مش هينفع الفرقة دي نروح بيها كأس العالم. انت كان شكلك سيء قدام باتشوكا، مفيش حد يطلع يقولك الاهلي كان هايل والاهلي كان رائع. الاهلي كان زي الزفت، ماسك كورة فقط لا غير، بأي خطورة واضحة وصريحة غير كام كورة بنروح بيها. يعني عايزك تقولي ايه الكور الخطيرة اللي الاهلي راح بيها؟ هتقولي تسديدة طاهر محمد طاهر اللي من بره، تسديدة فردية جدا، تسديدة طاهر محمد طاهر او الكرة اللي جات له بالبركة. ايه تاني؟ كورة كهربا اللي ضيعها بشكل غريب جدا. ايه تاني؟ كور مختلفة. وفي برضو كورة تانية لكهربا. 4 كور، هنقول 6 كور على نادي باتشوكا. هذا الفريق المتواضع جدا 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 جدا، لعبته سيئة جدا ولا مقارنة بأي فرقة انت لعبتها زيها بالظبط، زي اوراولا ولا امورلا اللي انت لعبتها السنة اللي فاتت في كاس العالم واديت لها تقريبا 3 ولا 4. هما ما فيش اي اختلاف. يمكن المهاجم بتاعهم هو اللي خطير شوية، ولكن عنده 37 سنة. حتى الحارس بان قوي في اول الماتش ان هو على الله خالص. كورة بتتشاط من نص الملعب، كورة صعبة وكل حاجة، ولكن شفت ان هو ما اتعاملش معاها بافضل حاجة ممكنة. هو يدوبك صدها بس، وكانت كورة خطيرة لو حد مكمل. ولكن انت من بعدها مفيش اي تسديدة على المرمى. او بتشوف امام عاشور ماتش يبقى حلو جدا وبقاله 5-6 ماتشات زي الزفت. قفشه نيلة النيلة تاو بينزل لك من على الدكة ربع ساعة يعملها لك حلوة وطيبة. رضا سليم موته على الدكة، سواء هو او بيرسي تاو او محمد مجدي قفشه او كهربا انت او السولية. حتى انت خلاص ما بقاش عندك غير 13 لاعب 14 لاعب عندك في النادي كله بعد النادي اللي مدغم. يعني لا، كمية لعيبة طبيعية. مين اللي بيلعب واحدة واحدة؟ الشناوي وشوبير، شكرا. 2 في حراسة المرمى. لو جينا في الدفاع عندك هتلاقي ياسر ابراهيم، رامي ربيعة، واشرف داري فين وفين. طبعا مصاب رخر. يوسف ايمن ربنا معاه. يحيى عطية الله. هل في حد تاني بيلعب؟ لا. كريم الدبيس بتديله؟ لا. الناحية التانية وهو اسمه ايه، عمر كمال. هل في حد؟ لا برضه مفيش اي حد. نيجي في خط النص، اكرم توفيق، مروان عطية، كوكا بتديله كل فين وفين. رخر. السولية قعدته جنبك خلاص ركنته قدامه. امام. قفشه دايما بينزل في اخر برضه ربع ساعة، التبديلة الوسخة اللي بتعملها. على الاطراف مين؟ الشحات. والناحية التانية طاهر محمد طاهر اللي رجعته مرة واحدة قدام مين؟ وسام. هل في حد تاني انت بتلعبه؟ هل انا ظلمك وفي حد انت ما بتلعبوش؟ لا، مفيش حد انت بتلعبه. هما دول كل ماتش خلاص كوبي بيست. اي ماتش للنادي الاهلي خش شوف اي ماتش، هما 11 لاعب بقينا صممنهم خلاص. اي استوديو تحليلي حتى التشكيل المتوقع بيرص لك ال11. هيبقى ايه التغييره؟ التاو اساسي ما بيقدم زي الخرا، اداء زي الزفت. رخر لما بيلعب بيطلع ينزل. رضا سليم فقد الشغف وفقد حياته وفقد كل حاجة. انت خليت خلاص العيال كلها مش طايقه. عمر الساعي انت جايبه فين؟ عمر الساعي فين؟ في ميتين الربع ساعة حتى ان انت تبدأ تديله يدخل معاك في الفرقة. يا مولاي كما خلقتني. عمرو السولية راجع من الإصابة، طب واحدة واحدة اهو وابدأ اديله. امام عاشور اداء زي الزفت في ماتش باتشوكا، بتطلعه؟ لا، استمر امام وهنزل لك بقفشه اللي ما كانش ظاهر في الماتش. وبدات الاقاويل تقال ان انت خلاص محتاج صفقات. فتعالوا نخش على طول ونقول لكم من الاهلي كده على طول. جاب بقى خلاص، لسه ما فيش مقدمه، احنا دخلنا في الموضوع على طول. اضغط بس لايك واشترك في القناه وتعالى نكمل. الاهلي جاب صفقه اللي هو مسكينه. انتوا عمالين تتكلموا على الصفقات، طب خدوا حمدي فتحي يلا، حاجه هم من ريحه الزمن الجميل. وحمدي فتحي وحيث ايه وهو اللي هيطلع ويلعب بدماغه، جميل جدا. جيت هوب بعديها ساعه ساعتين مروان
عطية في كلام كبير انه هينتقل لنادي الفتح السعودي. صباح الفل، سأرسل جيوشا من حرف الخاء. بتنيل ايه؟ معرفش انت بتعمل ايه. هل حمدي فتحي في مستواه اصلا يا جماعه؟ ما هو مش اي خرا وخلاص نعمله، مش اي صفقات يلا. حتى الصفقات بتاعتك متخلفه، مش صفقات تروح تنافس بيها على كاس عالم. هتلاعب انتر ميامي وبورتو. انت بتتكلم في مين؟ تعالى واحده واحده كده نمسكوا لك. انت جبت خلاص زي ما بقول لك حمدي فتحي اللي مش في مستواه اصلا. تتكلم ان مروان عطيه اللي في مستواه والراجل فت وفشخ لك الدنيا في الدوري، افضل لاعب في الاهلي في خط النص، هتمشيه مره واحده وتجيب لي لاعب بعيد قوي عن مستواه بنشوفه مع منتخب مصر؟ لا، هو بعيد جدا عن مستوى حمدي فتحي اللي كان فيه في الاهلي. فهو مش اي صفقات نجيبها، ده كان ابن النادي وكان معانا فنجيبه. لا، مش اي صفقه. احنا مش رايحين دوري رمضانيه، احنا رايحين عايزين نعمل اداء مشرف. لان انت شكلك بقى وحش قوي. شكلك قدام الفانتينو لما كان بيجي وتلعب ريال مدريد وتلعب مش عارف مين وبتطلع بعدها كويس، دلوقتي بيجي يحضر لك تخسر من باتشوكا والريمونتادات بتحصل عليك. لا، شكلك مش كويس، شكلك مش جيد بعد الاحتفال الخطير اللي عملناه في كأس العالم وقلنا الدنيا اتغيرت والمهندس مرتجي طلع معرفش عمل ايه. شكلك ما بقاش كويس. هتقولي عشان باتشوكا، اقول لك عشان باتشوكا. مين باتشوكا دي؟ اول مره نسمع عنها في طبق اليوم اصلا. ما تقعدش تقول لي كان يومين. مين باتشوكا؟ مين يا عم؟ انت ريال مدريد هتلاقيها نازل في اول ربع ساعه 3 اجوان كده سهله جدا. يلا باشا قفل لنا الدنيا. ده لو هيروح اصلا، ده لو هيلعب بكيليان امبابي والعيال الحلوه دي، ما اعتقدش انه هيلعب بيهم. بقى هينزل لك اندريك وفران جارسيا واشباه لعيبه تلعب الماتش ده، لانه مش ماتش. مين دي؟ مين اصلا؟ ولسه جايلي من 120 دقيقه. فشكرا. تعالوا نقول لك على الصفقات حتى اللي الاهلي محتاجها. تعالى الاول نقول لك بس الصفقات اللي محتاجها الاهلي من وجهه نظري ومن وجهه نظر كل مشجعين الاهلي. انت محتاج مدافع، محتاج على الاقل واحد خط وسط زي اللي انت جبته حمدي فتحي. ولو هتمشي مروان عطيه، مش عايزين المسكنات والله، اللي هو ماشي احنا نمشي حمدي فتحي بس 6 شهور اعاره بقى بتاعت كاس العالم يا ولا ماشي. محتاج خط نص 8. هتقول لي محتاج خط نص 8 ليه؟ اقول لك محتاج، ما انت مش هتروح تلعب انتر ميامي وبورتو واللي هي فريق بالميراس ولا مش فاكر مين اللي معاك ولسه هتكمل. مش هتروح تلعب لي بحمدي فتحي ومروان عطيه وكوكا واكرم توفيق. مش هتروح تلعب لي بالاربعه. عمر الساعي انت ما بتلعبوش قدام السيراميك كليوباترا والبنك الاهلي يا عم الحاج. هتيجي تلعبوا لي قدام انتر ميامي؟ بيبقى حرام عليك. هتستنى ايه من واحد ان هو يقدمه لك؟ فانت بتنزل بطيخه في ارض الملعب. فانت محتاج واحد برضو في الحته دي، محتاج واحد نمره 10 يكون هايل جدا. مش يكون بقى حته لاعب مزاجي، لا، انا محتاج لاعب يوصلني للجون اللي هو من لمسه واحده انا قدام الجون. هيبقى عندي وسام ومحتاجين لسه مهاجمين عليه، فانا محتاج حد بلمسه ساحره كده يودي لي اللعيبه دي. لان انت ده اللي هتلعب عليه في كاس العالم. معلش، انت مش هتنزل وفرقه هجوميه وضغط، لا، انت هتنزل بهوب اللمسه بالهجمه ونروح نجيب الجون والتاني والتالت، لو في تاني وتالت يعني. فده اللي انت محتاجه. محتاج خط وسط. ما ينفعش امام عاشور اللاعب المزاجي اللي هوب عايز تشويسه كده، وخصوصا انه هيلاعب ميسي في اول ماتش. تعالى بقى هتلاقي شماسي وكوبريهات وبيقف بص يضرب لك ايه، بيشكل لك في الكوره. ما ينفعش الكلام ده. هتلاقي ميسي بيخطفها واحده زريبيو وسويس سواريز يخش يحطها لك. دول ما عندهمش هزار يا عمنا. ده مش محمد ابراهيم داخل عليك وهياخد الكره يديها لاحمد عادل ميسي. مفيش الكلام ده. ده انت هتلاقي بوسكيتس وجوردي ألبا وعالم ما يعلم بيها الا ربنا. فما ينفعش لاعب زي ده. قفشه كويس، ولكن برضو مش ده الاثنين اللي انا اقدر اعتمد عليهم. قفشه كويس ان هو يلعب لك نمره 8 اللي هو يطلع لك بالكوره، دي حاجه كويسه في قفشه. وبرضو مش اللي هو هعتمد عليه كل الماتشات في كاس العالم. ما ينفعش. لازم محتاج لك واحد هايل جدا في الحته دي. على الاقل محتاج لك جناح، على الاقل مكان يحيى عطيه الله واحد، يا اما لو علي معلول خلاص هيرجع يبقى الناحيه الثانيه مكان عمر كمال عبد الواحد اللي مفيش اي حد. وحتى لو علي معلول رجع، انا برضو شايف ان
محتاج برضو واحد هناك، لان يحيى عطية الله ما بيقدمش حاجه يا جماعه مع الاهلي. يحيى عطية الله سيء جدا، والناحيه التانيه رخر عمر كمال برضو سيء، ومفيش اي حد يلعب لك في الحته دي. على الاقل محتاج 3 وينجر. تقول لي 3 وينجرات؟ ده احنا عندنا. اقول لك محتاج 3 وينجرات، انت ما عندكش وينجرات. الشحات زفت. هتقول لي الشحات بيعمل اداء كويس في كاس العالم، اقول لك ماشي، مش ده برضو اللي العب بيه في كاس العالم. الشحات ده اللي هو ينزل لي بقى من على الدكه. طاهر محمد طاهر مش فاهمه قوي، فماشي معانا. تاو فقد الشغف زي ما بقول لك وفقد حياته. رضا سليم هكذا، ما عندكش غير الاتنين دول. بالنسبه للمهاجمين على الاقل محتاج مهاجم او 2 مهاجمين، لان لو وسام اتصاب فانت كده في مأزق كبير جدا. فتعالوا نقول لك مين اللعيبه بقى اللي الاهلي بيتكلم عليها. بالنسبه للدفاع ترجع عبد المنعم، ما عنديش مشكله خالص، ماشي يا سيدي، رجع عبد المنعم. صفقه مش وحشه ولكن مش محبذه برضو ليا قوي. ما بحبش زي ما قلت لك، ما بحبش فكره اللي هو انت كنت معانا فتعالى بقى وزيتنا في دقيقنا. ما بحبش الكلام ده، ولكن ماشي، احنا رايحين للسهل الممتنع، احنا مش عايزين نتعب يا جماعه. احنا كان احنا محتاجين ايه؟ محتاجين مدافع. طالع يا ابني نروح نجيب الواد اللي لسه مودينه نيس، ده محترف في اوروبا ده، فهاته يلعب معانا كاس العالم. إيه مين تاني؟ حمدي فتحي ده كان اجمد واحد وكان بيروح يجيب. رجعه يا ابني، رجعه. مين تاني عندنا في الاعارات؟ عندنا عبد القادر، لا محتاجينه، رجعه معانا. في ايه؟ هتشتغل امتى وتروح تجيب صفقات كويسه؟ انت حتى لما بتشتغل بتجيب صفقات زي الخرا. انت الصفقه الوحيده اللي عملتها عدله هو وسام ابو علي، واشتغلت معاك كده. وبعدين واهو حتى شايفينه بقى معرفش ماله رخر. هو المهاجم بيجي يشتغل موسم ويموت، ما تفهمش ايه اللي بيحصل. فين مثلا يا جدع؟ ده الاتحاد راح تجيب صفقات. روح شوف مثلا دلوقتي مودرن سبورت بتعمل ايه، بتروح تجيب لك مهاجم عامل ازاي وبتجيب لك لعيبه عامله ازاي. لا، الاهلي اسوأ واحد في الصفقات، خصوصا الصفقات الاجنبيه. ده على اساس انت بتجيب مصريه يعني، فماشي. فزي ما بقول لك محتاجين مدافع. بيتكلموا فعبد المنعم ما عنديش مشكله، واللاعب ماشي اعديها لك، احنا كده مش محتاجينه قوي، فتمام هزق معاك اليوم. بالنسبه لخط وسط المدافع، انت جبت حمدي فتحي، لو هتمشي مروان عطيه فانت محتاج واحد تاني. وانا شايف صفقه حمدي فتحي مش كويسه، حتى انت محتاج واحد CDM او واحد 8 هايل جدا. حمدي فتحي يا جماعه مش في مستواه، الله اعلم هيجي يستعين مستواه ولا لا، ولكن احنا مش في فتره ان احنا نجيب بطيخه يا حمرا يا قرعه. انت داخل تلاعب كاس عالم، عايز شكلك يطلع كويس، عايز انت خلاص بيجيلك الفلوس والجماهير هايجه عليك، فمحتاجين تجيب صفقه كويسه. فماشي ندخل بعد كده على خط وسط نمره 8. بيتكلموا على محمد علي بن رمضان، ودي صفقه هايله وكويسه، ما عندناش مشكله معاها. بالنسبه لمركز نمره 10 مفيش اي كلام عليه. يا اما لو انت عايز تجيب محمد علي بن رمضان 10 ماشي، في كلام على أناحي اللاعب بتاع منتخب المغرب، ولكن بعيدة أوي يعني. لو حصلت أنا ما صدقش. ما بيفكروش في الصفقات دي، بتعرف مع انها حلوة جدا، بس ما بنفكرش فيها ليه معرفش يعني. ما علينا، ماشي. نروح بعد كده على الجناح اللي مكان يحيى عطية الله، نفس الكلام، مفيش اي حاجة. او مكان عمر كمان مفيش اي حاجه. معرفش يعني ايه ده، كأنك عندك لعيبه هايله جدا، ماشي. 3 وينجرات، تتكلم في مين؟ تتكلم سهل ممتنع. احنا كمان عندنا تريزيجيه ومحترف بره وكان بيلعب في استون فيلا، هاته ليه؟ هل هو شكله كويس مع الرهان القطري؟ انا ما شفتش حاجه لتريزيجيه مع الرهان القطري. هل هو شكله حلو مع منتخب مصر؟ شكله حلو مع منتخب مصر، ولكن هل تريزيجيه اللي ممكن اروح انافس عليه في كاس العالم؟ تمام، ممكن انافس عليه، ولكن مين اللي يشيله الناحيه الثانيه؟ الشحات هو اللي يشيله؟ لا. طاهر هو اللي يشيله؟ لا برضه. تحس ان ده يمكن تريزيجيه 80%، الشحات 50%. لا، انا محتاج حد يجي يلعب لي 100% او 90%، والدكه بتاعته يبقى 70-75%. هل ده اللي هيبقى حاصل؟ لا. فماشي، ولكن ما عنديش مشكله قوي مع صفقه تريزيجيه. انا بتكلم برضو على
انا رايح للسهل الممتنع، انا مش رايح افكر في حاجه، انا رايح للسهل، انا رايح لاولاد النادي بمعنى اصح. مين تاني تتكلم ان انت هترجع عبد القادر؟ الله اعلم. راخر بيجي في كاس العالم يقلب لك مارادونا العرب وهوبا هابتش كلابتا والحته اللي هيعوز يعملها برضه الله اعلم. فماشي. بالنسبه للمهاجم بتتكلم في ماريانو دياز. ماريانو دياز، انت شفت ايه في ماريانو دياز تخليك تروح تجيبه؟ الواد بقاله يمكن 5 سنين ما لعبش كوره، 2 ولا 3 في الريال ومعرفش قد ايه في اشبيليا، راح يا دوبك يعني كان هتقول له هنخليها والله العظيم كان ما بيعملش اي حاجه مع الفرقه. اشبيليا ما بيعملش معاه حاجه، فهتقول لي ماشي ما دي اشبيليا وده الاهلي. اقول لك ما هو مودست كان مودست وبيلعب في بروسيا دورتموند. يا جماعه كفايه الصفقات اللي تشيل دي، كفايه. ماريانو دياز مش كويس خالص وبقاله 5 سنين ما بيلعبش كوره. ماريانو دياز مش كويس. انا عايز حد يكون يا سيدي ماشي ما بيلعبش كويس اخر سنه ولكن كان بيجيب اجوان زي اللعيبه اللي انا هقول لك عليها للاهلي نفسي ان هو يروح يجيبها، ما اعرفش ليه ما بيفكرش فيها. هتلاقي لعيبه تشيلك، هتقول لي ايه ده؟ طب ما ده وممكن نقعد فيها يبقى فيها جدليه، ولكن ماريانو دياز ما بيلعبش كوره يا جماعه. فماشي. واللاعب التاني وهو بغداد بنجاح اللي زي ما بقول لك سهل ممتنع. هات لنا يا ابني ملفات اخر 5 سنين من الصفقات اللي كنا بنتكلم عليها، هات لنا اولاد النادي اللي طلعناهم للاحتراف لاوروبا او الاحتراف لبره، وتبقى هي دي صفقاتنا في كاس العالم وكان الله بالسر عليه. ليه يعني ليه مثلا احنا كده خلصنا؟ ليه ما نفكرش يعني ليه مثلا ما نفكرش بما ان احنا علاقتنا كويسه بقت مع نادي الزمالك وبما اننا احنا رايحين نمثل مصر، فليه ما نتحدش يا جماعه؟ ما بهزرش والله دلوقتي، ما حدش ياخدها ككوميك وما حدش اللي هو ايوه نتحد وشركه جميل. اسمعني بس الاخر، ليه ما نتفقش مع نادي الزمالك او مع نادي بيراميدز؟ والله يا عم احنا هناخد منكم زيزو، احنا رايحين نمثل مصر دلوقتي، زيزو من افضل اللعيبه اللي موجوده، ليه ما ناخدش زيزو من عندكم؟ رايحين كاس العالم، نخلص كاس العالم، بوسه كبيره وحضن كبيره يا باشا، لعيبك في ايدك وشكرا. هتقول لي ازاي؟ فسخ العقد ولا اكتر ولا اي كلام، التعاقد معاه 2 شهر. في الاعاره مفيش الكلام ده انا عارف، ولكن عادي جدا ان انت تاخده كاعاره والنادي تقوم قطع اعارته، دي حاجه طبيعيه وبتحصل في اي حته. فليه ما تعملش كده ويبقى تراضي، بما ان انت خلاص بقى انت ونادي الزمالك المفروض يعني واللي حصل واللي بيتكلم ان خلاص مبقاش فيه مشاكل ما بينكم، فليه ما تروحش تقول لهم عايز واحد زي زيزو، واحد زي فتوح، تروح لنادي بيراميدز عايز واحد والله زي ابراهيم عادل اللاعب عايز يحترف عندكم كاس العالم، فدي حاجه هايله جدا للاعب ده، خصوصا لو عايزين كمان تجيبوا له فلوس، هيلعب في بطوله كبيره جدا، ناس كبيره فرق كبيره بتشارك فيها وناس كتيره بتشوفها، هيبقى برضو حاجه حلوه ليكوا انتوا كمان كنادي. ليه ما نروحش نتكلم مع محمود صابر؟ ليه مع فخري لقاي، مع وليد الكارتي؟ هتقول لي يعني هم دول اللعيبه اللي يجوا لكاس العالم للانديه؟ اقول لك بس احنا ما بنفكرش. يجوا يا باشا يلعبوا، ليه ما يجوش يلعبوا؟ واحد زي زيزو من اجمد اللعيبه اللي موجوده دلوقتي، ليه ما يلعبش في كاس العالم؟ هل زيزو احسن من الشحات؟ حاليا احسن من الشحات بنسبه كبيره. هل احسن من تاو؟ بكتير. احسن من رضا سليم اللي انت راكنه؟ بكتير. ليه ما نروحش نفكر في حاجه زي دي؟ ما بتكلمش في حاجه صعبه. ابراهيم عادل لاعب من اللعيبه الهايله جدا جدا جدا. اصلا انت محتاج لعيبه، انت يعني زربيح لعيبه في فتره كاس العالم دي بالذات، لان انت هتخلص كاس العالم، ما انت مش هتخلص كاس العالم واللعيبه دول خلاص هيطلعوا يستجموا، ما انت لسه عندك دوري ولسه عندك دوري ابطال افريقيا ولسه عندك السوبر والسوبر والكلام ده كله، فهتلاقي في صفقات، خصوصا ان انت الله اعلم ساعتها هتبقى والله خلصت الدوري ولا لا بقى، محدش عارف في الدوري المصري اللي احنا بنلعبه ده. فانت لعيبتك هتبقى مرهقه اصلا من غير حاجه، وحتى لو لسه في دوري فهيبقوا مرهقين من كاس العالم. فانت كده محتاج تجيب صفقات، لان انت على الاقل محتاج التشكيله اللي في الدوري تبقى غير التشكيله اللي في كاس العالم، يا دوبك 2 3 لعيبه بس وهم اللي يبقوا موجودين علشان تقدر تنافس، لان اللعيبه دي هي مش في كاس العالم ده انت هو شهر، فاللعيبه هتتحلب في الشهر ده، فهتقول لهم تعالوا العبوا في الدوري، هقول لك لا والله مش قادرين نجري. هتلاقي بقى معاك كروي وبتخسر من غزل المحله
وبلديه المحله وبتتعادل قدام سيراميكا كليوباترا وحاجات غريبه بتحصل. فانت محتاج على الاقل صفقه في كل مركز. فليه ما نروحش نفكر في حاجات زي دي؟ زي ما بقول لك احنا بنروح للسهل الممتنع. هات لي يا ابني الدفاتر بتاعت اخر 5 سنين في تعاقدات اللعيبه اللي كنا عايزينها من اللعيبه الهايله دلوقتي ونروح نجيبهم. طيب تعالى اقول لك على لعيبه تانية فري ايجنت ولعيبه هايله جدا جدا. سيبك من ماريانو دياز، تعالى مثلا كمهاجم، مهاجم فتاك، مهاجم جامد جدا 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 جدا. كان بيلعب في الدوري الفرنسي، كبير، عنده 36 سنه. ماريانو دياز عنده 30 ولا 31 بس زي الزفت. موديست كنت جايبه عنده 40 سنه تقريبا يعني. فلا اللاعب هايل جدا وانا محتاج في فتره كاس العالم وشكرا، امشي، مش محتاج في اي حاجه تانية. وهو وسام بن يدر. وسام بن يدر هو حاليا فري ايجنت، ما عندوش اي نادي. صفقه انا شايفها اروع من ماريانو دياز بنسبه كبيره جدا جدا جدا. اللاعب ده كان في الدوري الفرنسي بيسجل على الاقل 20 هدف في الموسم. فان انت تجيبه ممكن سعره يكون غالي حبتين، ولكن هيبقى اغلى من ماريانو دياز بايه؟ بحبه بسيطه. ما انت برضه انت جاي تلعب في كاس العالم وانت مش جاي تلعب في الدوري المصري. انا مش هخليك تلعب قدام البنك الاهلي، لا انا جايبك تلعب في كاس العالم في اول ماتش الافتتاحيه قدام انتر ميامي، قدام ميسي ولويس سواريز ومش عارف مين. فالعروض هتبقى مغريه زي ما انت اغريت كده ماريانو دياز. عادي جدا تغري وسام بن يدر، لان وسام بن يدر اهو بقى له تقريبا 3-4 شهور من غير اي نادي. 36 سنه، ما اعتقدش ان في نادي اوروبي كبير ممكن يدخل عليه، او حتى لو في نادي اوروبي ما اعتقدش هيبقى عنده الاولويات بتاعه كاس العالم انه يروح يلعب معاهم في كاس العالم. فدي صفقه هايله. ولا تقول لي بقى واخدات بونجاح، بلا ماريانو دياز، بلا موديست، بلا ما اعرفش مين، بلا مين. انا شايفها صفقه في الجون لو حصلت بصراحه. لاعب تاني برضو كل اللعيبه دول معظمهم فري ايجنت، وهو سيرخيو اوريه. سيرخيو اوريه من اللعيبه برضو الهايله جدا جدا، عنده تقريبا 29 سنه 31 سنه. برضو من اللعيبه الهايله جدا جدا. لو جه يلعب لك في الرايت باك انا شايفه برضو صفقه هايله جدا، احسن من عمر كمال بكتير. او لو حتى هيجي يلعب اساسي عمر كمال يبقى الدكه بتاعته، لان انت ما عندكش دكه لعمر كمال. فبرضه انا شايفها صفقه هايله بصراحه، وما اعتقدش ان هو هيكلف النادي كتير يعني. لاعب تاني برضه في مهاجم، والله لو انت وسام بن يدر مش جايه معاك، تشوبو موتينج. هتقول لي ايه؟ وانا عارف ان في ناس دلوقتي بترسل جيوشا من حرف الخاء، انا عارف، ولكن لا، تشوبو موتينج احسن من ماريانو دياز بكتير. بتتكلم في واحد لاعب باريس سان جيرمان، لعب في البايرن، كان جامد جدا في البايرن. كان لما هاري كين اتصاب كان هو اللي مشغل نادي بايرن ميونخ بنسبه كبيره. في باريس برضو كان بيقدم مستويات هايله جدا. فاللاعب لا يا جماعه، اللاعب مش سيء، ما تاخدوش على الحاجات اللي كنتوا بتشوفوها، لا واللاعب هايل جدا. روح شوف مثلا مسيرته مع بايرن ميونخ اخر فتره، او يعني قصدي اخر فتره قبل ما يبقى فري ايجنت. فلا اللاعب حتى شوف الاجوان بتاعته هايل جدا جدا. بتكلم في لاعب اهو هيقعد لك دكه، كان بيلعب في اوروبا، لاعب عالمي وكبير جدا. في كلام طالع ان رخر انت هتجيب بول بوجبا، صعبه. بول بوجبا بالذات هتقول لي ليه صعبه؟ مش هنجيب تشوبو بوتنج جت على الصفقه اللي احنا بنقول عليها. اقول لك مش جت على الصفقه، ما انا مش ضدك والله. يعني هو انا مش عايز بول بوجبا يجي يا باشا، يجي وينور طبعا. بول بوجبا صفقه هايله، ولكن هتدفع صفقه لبول بوجبا ازاي؟ انت عارف بول بوجبا ده بياخد كام؟ هتقول لي يعني هو تشوبو، اقول لك تشوبو موتينج مين يا عم؟ تشوبو موتينج ايه بس وسام بن يدر؟ انت بتهرج. الواد ده ما بيهزرش يا باشا. ده كان بياخد في ده كل سنه يفقع مانشستر يونايتد في 100 مليون. انت بتتكلم في ايه حضرتك؟ واحد كل مره يروح ب 100 مليون شهريه مانشستر يونايتد، يقعد معاهم 3-4 مواسم ويروح في ريل يوفنتوس، عشان السنه اللي وراها مانشستر يونايتد زي ده تروح تدفع فيه 100 مليون وتجيبه تاني يقعد معاه 4 سنين ويقوم رايح فري ايجنت. انت بتتكلم في ايه؟ لا لاعب من اكتر كان الرواتب في نادي مانشستر يونايتد وفي نادي ايفرتون. فحتى لو هيقل، انت اللي انا سمعته ان الاهلي رصد 5 مليون جنيه استرليني ولا 5 مليون، ما اعرفش 5 ايه، بس ايه 5 دي يا كابتن؟ ايه 5؟ انا اعتقد اللي انا سمعته تقريبا انت هتاخد ايه، ما اعرفش، هتاخد 15 تقريبا من ولا اخدت يعني انت في 15 جات لك من الانتر كونتيننتال والحاجات دي.
فين يا كابتن؟ فين الفلوس يا كابتن؟ يخرب بيت النوادي اللي بتعملها، انا اسف يعني. ما خلاص كفايه نوادي وكفايه تطوير وكفايه حاجات، ما احنا عايزين بقى، عايزين صفقات. ما احنا مش هنفرح معلش يعني لما الاهلي ينزل درجه تانية بس الاهلي درجه تانية بس احنا عندنا بسين. والله العيال بتنزل كده تروح على طول. ايه يا جدعان؟ ما عايزين صفقات. ف تشوبو موتينج صفقه هايله. صفقه تانية انا عارف برضو اللي في ناس كتير هتهاجمني عليها، وهو مارسيلو اللي بيه صفقه انا برضو شايفها صفقه هايله جدا. انا عايزك تيجي كاسم فقط، كفايه مارسيلو كاسم، تنزل لي ماتش ولا ماتشين، تعالى يا باشا ريح جنبي، تنزل في الشوط الثاني مكان يحيى عطية الله او علي معلول. انا شايفها يا جماعه صفقه هايله. يكفي ان انت يبقى عندك لاعب زي ده هيدي على الاقل تعليمات لعلي معلول و ليحيى عطية الله قائد في قلب الفريق، لان انت بتفتقد الحته دي قوي. وهتقول لي فين الشناوي موجود في ارض الملعب. انا عايز حد يا جماعه زي اللي هو شيكابالا. انا عايز حد زي شيكابالا كده قاعد لي بره بيحمس اللعيبه زي مثلا وليد سليمان في اخر سنه ليه كان بيقعد على الدكه. لا تحس ان هو مدرب سوري يعني. دي حاجه انا كنت دايما بقول عليها في حته وليد سليمان، انت اخر سنه وقاعد على الدكه. في ان الناحيه الثانيه برضو في شيكابالا، انت ما بتقومش تتكلم ليه عن وليد سليمان؟ دي كنت دايما بقعد اتكلم عليها في حته وليد سليمان في اخر سنه في عقده لما كان خلاص رسميا هو هيعتزل اخر الموسم. كنت عايز اشوف منه الحته دي زي ما كنت بشوفها في شيكابالا اللي كان بيبقى واقف على الخط بيموت نفسه. ودي انا فاكرها كويس جدا في ماتش الدوري اللي كسبونا فيه، كان في اخر ماتش في الدوري والزمالك خد الدوري. لا شيكابالا كان مموت نفسه. الناحيه الثانيه كان وليد سليمان قاعد بيتفرج على الماتش زيه زينا. لا انا عايزك تقوم زي الناحيه الثانيه، لان دي بتفرق برضو مع لعيبه. ومارسيلو شايفه من اللعيبه اللي هتقول لي مارسيلو ده كبير قوي واحنا هنجيب موسين. اقول لك كنت بتلعبه يا حبيبي السنه اللي فاتت في الدوري وفشخك في كاس العالم وخد ضربه جزاء وكان بينيم لك العيال. هو برازيلي 40 سنه 50 سنه كفايه. هوب الحته اللي هيعملها هيعدي من اي حد. فمارسيلو برضو صفقه هايله جدا. لاعب تاني وهو اكرم عفيف. ليه مثلا ما تروحش تفكر في اللاعب ده انت محتاج مهاجم، اكرم عفيف ممكن يلعب لك فيها. محتاج وينج، اكرم عفيف من اللعيبه الهايله جدا جدا، سواء مع نادي السد او مع نادي مع منتخب قطر، برضو من اللعيبه الهايله. ما اعرفش ليه ما بتروحش تفكر فيه، زي ما بقول لك السهل الممتنع. ماشي. حاجه تانية كنت عايز بقى اتكلم فيها، سيبنا يا عم من كل اللعيبه دي. انت عندك دوري روشن في كمية لعيبة أوروبية غير طبيعية. في عندك نادي الاتحاد مش هيشارك، عندك نادي الأهلي السعودي مش هيشارك، عندك نادي النصر السعودي مش هيشارك. ده غير بقى اللعيبة اللي ايه الرقش اللي موجودة في الشباب واللي موجودة مش عارف فين واللي موجودة فين. إعارة تكفي إعارة. بس عندك كيسيه وعندك فيرمينو وعندك محرز وزيت وفراس البركان تنبكتي صح هناك، وعندك تسيميكان وعندك رونالدو. يعني رونالدو صعبه بس ماشي. لا عندك لعيبه كتيره جدا. انت ما بتفكرش في كل ده، انت بتفكر في تريزيجيه. انا بفكر في اللعيبه المصريه. هنروح نلعب بلعيبه مصريه يا جدعان؟ ارحموني يا جدعان، لعيبه مصريه بس في اوروبا. يا عم ارحمنا بقى، ارحمنا يا كابتن بقى. عايزين صفقه بوم اللي هو يا دين امي. هي دي الصفقه اللي هنروح ننافس عليها في كاس العالم. ولا حمدي فتحي هنروح ننافس عليه، ولا تريزيجيه هنروح ننافس بيه، ولا اي حد من اللي انا كاتبهم في الورقه، ولا عبد المنعم هنروح ننافس بيه، ولا حمدي فتحي، ولا محمد علي بن رمضان، ولا أناحي، ولا عبد القادر، ولا تريزيجيه، ولا بغداد بونجاح، ولا ماريانو دياز. مفيش حد فيهم نقدر نقول عليه هو ده اللي هيشيل الفريق غير مثلا تريزيجيه. ده اللي انا شايف ان احنا، لان أناحي مش هنضحك على بعض، مستحيل أناحي دي تحصل. ولو فكروا فيها شابوه يعني. اصل لو فكرنا في أناحي فاحنا حلوين جدا وماشيين في حته حلوه، فازاي ما فكرناش في حته الدوري السعودي بعد ما كان طالع الكلام وان هنجيب كريستيانو؟ يا عم طب هنجيب كريستيانو، نروح شوف بقى لعيبه في نفس الفرقه. تاليسكا هاتوا،
في راس البركان هنقدر ندفع الفلوس بتاعته وهاته كعارة. اللعيبه دي اللعيبه اللي هتقدر تجيبها كريستيانو مش هتقدر، انا معاك ماشي يا سيدي. في لعيبه اكيد هتقدر، زي ما هتجيب ماريانو دياز ما تجيب تاليسكا، اللاعب بيلعب قدامك ومفير الدنيا، ليه اروح اجيب حد اصابه يا خابت؟ دي انا مش فاهمها، حته مش فاهمها. كنت عايز اقول لك راموس، ولكن انا شايف ان احنا مش محتاجين حد قوي بصراحه في الدفاع. حتى عبد المنعم اللي هنجيبه ممكن نكون مش في احتياج اليه قوي. لو اشرف داري هيبقى فت، ويوسف ايمن، وعندك ياسر ابراهيم ورامي ربيعه، فدول 4 ماشي، وعبد المنعم، فدول 5. انا لا ما اشوفش ان انت تجيب راموس على عبد المنعم، لان انت هتقول لي معيش فلوس لراموس، فخلاص يا عم هات عبد المنعم ماشي مننا وعلينا، واللاعب برده كويس ما عنديش مشكله. مع ان لو جبت راموس هي ولكن مش هخش برده في الحته دي لانها مش واقعيه قوي. مع ان تحصل والله تحصل لان انت رايح تلعب في كاس العالم للانديه، تحصل لان فرقه زي ويست هام ولا نيوكاسل، ولا ويست هام كانت بتتفاوض مع اللاعب ده، كان راح يلعب في اشبيليا دي فرقه منيله بنيله في الدوري الاسباني دلوقتي تقريبا بتنافس على الهبوط. الزمالك كان في تفاوض معاه. فانت كنادي اهلي رايح كاس عالم، لا لازم تدفع، لان انا برضو في حاجه، اصل انت لو ما دفعتش انا بحس انت مش واثق من الفرقه. لا انا مش هدفع، انا مش هجازف، انا مش هدفع فلوس كتير، وانا لا مش هنكمل قوي. انما انت لو واثق من الفرقه باشا، يلا انا هروح اجيب لكم شويه لعيبه، هجيب كريستيانو رونالدو، وهروح اجيب وسام بن يدر، وهجيب بغداد بونجاه، وهجيب لان انا واثق في العيال دي ان هم هيجيبوا لي. يعتبر مش هطلع خسران من الحكايه، هطلع خسران 2 مليون، لا انا واثق في اللعيبه دي ان هم هيوصلوني لحته محترمه اقدر اخد منها فلوس وجوائز ماديه كويسه تقدر تعوضني الفلوس اللي انا دفعتها. انما انا لما اشوفك انت رايح تجيب كل لعيبه مصريه، فانت مش واثق في اللعيبه دي بربع جنيه. انا مش هروح ادفع حاجه صابت يا خابت. ده حته انا بشوفها، لان انت لو واثق في اللعيبه زي ما بقول لك هتروح تشتري، ما عندكش مشكله في الفلوس. الاهلي ما عندوش مشكله في الفلوس، ولكن انت خايف تروح تدفع فيبقى عندك تقصير. انت خايف تروح تجيب كريستيانو رونالدو تقوم طالع من دور المجموعات، الناس مش هتهدى. فدي حته ممكن برضو يكونوا بيفكروا فيها كده ان في نهايه الحلقه. مش كنت ادخل في تفاصيل قوي، دخلنا لكم بس في حته صفقات، لان هيبقى في بودكاست قبل كاس العالم، لان لسه برضو كاس العالم في شهر 6، لسه 6 شهور، الله اعلم ايه اللي هيحصل في ال6 شهور دول. فنشوف ايه اللي هيحصل. يا رب يكون الفيديو عجبكم، لو عجبكم تحطوا لي اشتراك وتفعلوا زر الجرس تحت الوصف، كل ما اوصل الصوره بتاعتنا. اشوفكم في الفيديو دي على خير، واكتبوا لي هل ارائي كانت عاجباكم ولا لا، هل تتفقوا معاها ولا لا، خصوصا في حته وسام بن يدر والكلام ده. بس كده، يا رب يكون يومكم سعيد، نشوفكم في فيديو جديد، سلام.